المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. الأسماء في حالة التعريف والنكرة. بقوة أغنفاغ خمرة، بقوة أمغنفاغ خمرة. 1. الأسماء تكون معرفة أو في حالة النكرة. 2. أدوات تعريف الأسماء حرفان هما م، ر، وسنطلق عليهما دالة أو أداة التعريف، ويتصلان في نهاية الأسماء كلواحق. أمثلة: جالر شنتمتت إسحاق، جلس الولد على الكرسي. جالم حلغور يشخ، يأكل الولد الخبز. ملاحظة: هذان الحرفان اللاحقتان لهما أعمال أخرى متعددة، ومن ضمنها ما سبق شرحه أعلاه، وسيرد تفاصيل أكثر لاحقا. 3. عندما لا تتصل أدوات التعريف م، ر بالأسماء كلواحق، طبعا تكون الأسماء في حالة النكرة. أمثلة: شملاقة شقا وجرب، ساق بقرة لا تقتل عجلا. 4. تكون الأسماء معرفة عندما تترافق معها أسماء الإشارة: هذا، هذه، م. مثال: بنيت هذه المدرسة في هذه السنة. ميجابر مغاشر. 5. عندما تنتهي أسماء العلم بأحرف ساكنة تكون الأسماء غير معرفة: ذهبنا إلى رجل عجوز قازبك راعي الأحصنة. شخوت الجو قازبك دج تقواغ. 6. أسماء العلم التي تنتهي بأحرف صوتية وعليها نبرة تكون معرفة. مثال: لانم يجاب أرق وخو، تخرجت لانا من المدرسة. فاطمر خاتم ماكوة، تذهب فاطمة إلى البستان. 7. حالة الأسماء عندما تتصل بضمائر الملكية: أليف عندما يكون الاسم يد بحالة المفرد يكون في حالة نكرة. مثال: جالم هأ يتحج، يغسل الولد يده. ب. عندما يكون الاسم يد بحالة الجمع يكون بحالة المعرف. مثال: جالم أخر يتحجخ، يغسل زائد هما الولد يديه. تصريف الأسماء حسب الحالات الاسمية: قوات أخر صبق خمجة يا زوجن. في اللغة الشركسية يمكن تصريف الأسماء، إذ يوجد 4 حالات اسمية صبق خر، وفي كل حالة من الحالات ال4 يتصل مع الاسم حرفا معينا كلاحقة، وهو بمثابة إعراب حسب عمل أو وقوع الاسم في الجملة. وهذه الحالات هي: 1. حالة سيئة. في هذه الحالة تتصل الأداة ر بالاسم كلاحقة، ويكون الاسم بمثابة الفاعل أو المبتدأ، وتقابله حالة الرفع في اللغة العربية، وهي الحالة الشائعة في الجمل. والاسم الآخر في الجملة الذي تتصل به الأداة م، وهو ما يقابل اسم المجرور في حالة اللغة العربية. أمثلة: يهمس النهر بهدوء، بسخور شابو ما أشاشة. يلعب العملاق بالصخر، ينزر نظام رجقو. يعزف الولد على الأكورديون، جالر بشنم تيوا. سقط الذباب في الماء، بادزر بسم خفاغ. ذهب الولد إلى الحديقة، جالر خاتم قواغ. خرج الرجل من البيت، الإر ونم قدجغ. لاحظ أن الدالة م
وهي هنا متصلة مع الاسم المجرور يتزج غش غر، تتضمن معاني حروف الجر. 2. حالة وجر. في هذه الحالة تتصل الأداة م بالفاعل، بينما الأداة ر تتصل بالاسم الذي يأخذ دور المفعول به. النصب أو الجر في اللغة الشركسية سيان. أمثلة: يضيء البرق السماء، تشجم وشرق غنف. أعطى الطالب الكتاب إلى الأستاذ، جالم تخثر جليغاجم ريتوغ. أطلق الصياد السهم باتجاه الأسفل، شاقوم شابزر شغمجة ريطبشخغ. إذن في حالة سيأوى الاسم ذو اللاحقة م يشير إلى المفعول الثاني يزج غش غر حسب الشركسية، وهو ما يقابل المجرور في العربية، ويتضمن جميع معاني حروف الجر. أما في حالة وجر فإن الاسم ذو اللاحقة ر يعرف في الشركسية بالمفعول الأول ببلغش غر، وهو ما يقابل المفعول في العربية. أما الاسم في وجر ذو اللاحقة م في الجملة يحمل معنى الاسم المجرور، واللاحقة م تمثل حروف الجر من، إلى، على، في.